وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتنا المتواضعة عائلة المروج، يا رب تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. النهارده الجمعة، صحيت عملت لهم فطار، روقت مطبخي، طلعت للطيور ومش عارفه ايه. وامبارح بالليل قمت جايبه البتنجان كده مع شويه فلفل مع شويه شطه، وقمت قعدت اورده. امبارح بقى بما ان بكره امتحانات وربنا يوفق ولادنا ويحفظهم يا رب وربنا ينجحهم، رحت جبت لحمه. قلت بقى روجي داخله على امتحانات وربنا يهديها يا رب وتذاكر وربنا يصلح حال ولادنا جميعا، نعمل لهم بقى حته اللحمه والبتنجان كده، محشي بتنجان. اللايك يا حبايبي، يا رب نكبر بفضل ربنا ثم بيكم، وعشمانة في الله ثم فيكم. نكرمل البصل كده، عملته زي ما انتم شايفين كده، وحطيت له شويه زيت وهنحط له شويه سكر على ما يتكرمل ننزل عليه باللحمه. حطيت له معلقه سكر كده وكرمله، بعد كده ننزل عليه باللحمه. بجد كنت غسلاه الصبح والله العظيم، مش عارفه ايه اللي وقع عليه دوت. جيت اعمله وحط في السلسله، قلت بقى على ما نجيب شويه كربونات وكده، انا كنت عاملاه قريب بس يلا. شايفين البصل ما شاء الله اتكرمل، السكر مكرمله، معلقه السكر اللي انا بحطها بيكرمله الحله اللي بتعمل كده على طول. هنزل بقى باللحمه بتاعتنا واقلبها تقليب. هقلبها كده لغايه ما تغير لونها زي دي كده، ما شاء الله بتغير لونها على طول. هحط لها بقى فلفل اسمر، حبهان لورا، وهنزل عليها بطماطمايه وعود قرفه طبعا. وريتاج هنا فكرتني بلوة البلح، رغم ان انا كنت فاكراها وهروح اقول لها هاتيها. هنزل بقى بميه سخنه، انا طبعا مجهزاها. اغسلي النوى يلا، اغسليهم وهاتيهم. حطي بقى 5 وحدات 3 على حسب اللحمه اللي بتاعتك. 5 يلا انزلي بيهم يلا، اوعي بقى ما احط ميه سخنه. وهنا كده نزلت بطماطمايه زي ما انتوا شايفينها كده، مش عارفه والله طماطمايه ولا 2. عاوزه تقولي ايه؟ لا البلح بيسرع في الزيت. سيبكوا بقى من اللي بيقول لكم الملح بيأخر في تسوية اللحمة وكده، لا انا بحط حاجة بسيطة كده، ولما تستوي بحمل عليها الملح بتاعها والكمون، ولو عاوزة تحط شوية شطة تمام. وهنا جبت بصلاية حلوة كده وعملتها. انا جايبة 2 كيلو بتنجان بس، وجبت شوية فلفل من عندي على شوية شطة، حطيت هنا شوية زيت وهحط لها بقى معلقة سمنة. نزلت بقى بمعلقة سمنة حلوة كده، طبعا يا دوب انا مش هسبك اي حاجة كتير كتير، وهنزل بعصير الطماطم. بدأت تتحمر. حطيت التوابل بتاعتها، الملح والكمون والفلفل الاسمر والكزبرة الناشفة، وحطيت بابريكا وحطيت سكر. ننزل بقى بالملوخية وهي متلجة كده. ودي حتة بقى شطة كنت انا مبقياها من الفلفل، هحطها طبعا على الملوخية. وانتي براحتك، عاوزة تحطيها ماشي، مش عاوزة تحطيها لا. عاوزين حاجة مشطشطة كده، عاوزة تحطي شطة حمرا تمام. بس ابو روجي وهو وريتاش عاوزين كده شطة في الملوخية. وهنا التسبيكة بتاعتنا طبعا خلاص مغطينا على اللحمة. الملوخية بقى زودها شوربة ونعمل الثوم بتاعها، او الشهقة اللي انتوا بتقولوا عليها، رغم ان هي ملهاش لازمة يعني. فتحنا بقى عن اللحمة عشان ناخد الشوربة بتاعتها. الملوخية ما شاء الله ولا تقيلة اوي ولا خفيفة اوي. نحمر بقى الثوم، الشهقة اللي ملهاش لازمة، انما الثوم ده اللي لازمة للملوخية، بيخلي طعمها لكنها ما شاء الله بتبقى مسكرة. يعني ابو ريتاج لما بيدوق الملوخية بيقول لي عليها بتبقى حلوة. يلا نعمل بقى نزود مية بعدين، بس نعمل الثوم للملوخية. الثوم بتاعنا اهوت خلاص احمر، زودنا مية الشرب اللحمة. ولما تيجي تحط الثوم على الملوخية ما تغطئهاش، هتسقط تحت، قلبها هينزل تحت. يلا بينا نحط الثوم بس ما تشهقيش، سمي الله كده. نزلت بقى على بالشهقة اللي انتوا بتقولوا عليها، سبيت الله كده وحطيت الثوم بتاعنا، نقلب تقليبه وشوية ونقفل عليها وما نغطيهاش. وهنا الرز بتاعنا كنت نسيت انقيه، هروح اشرب لان الجو في المطبخ حر.
نقيت الرز بتاعه وغسلته غسلة حلوة ونزلته بقى هقلبه تقليبة، ونقعد بقى ايه نعبي البتنجان نحشيه. وهنا عملت بصلتين وطماطمتين ونزلت بشوية كمون وشوية ملح وشوية كزبرة ناشفة كده، ونقعد بقى ايه نعمل الحاجة بتاعتنا عشان نيجي نعلق عليها. خلصت بره المحشي، جيت بقى احط الحلة والمصفى في الحوض، قلت ازود الشوربة كده. زودت مية اللحمة ونحط لها بقى ملحها وكمونها وشوية شطة وصوص. زودت بقى الملح ونفس الحاجة ديت على ما التوابل تعمل في قلب الشوربة، نزود المحشي ويبقى كده ونسوق ونعلق عليه. عاملاه صفين. يلا بينا نزود الشوربة عشان بجد ظهر الواحد تعبه وعاوز اقعد شوية. زودنا شوربة نغطي عليها بقى ونروح نقعد ونشوف اللحمة بتاعتنا استوت ولا لا. وهنا حسين قال لي يا ماما انا عاوز اللحمة في الطماطم. عملت بصلاية كده ونحط معلقة ايه سمنة، مش هنسبك يا دوب حاجة ايه زي البطاطس كده قوام قوام. شايفين انتوا صينية البطاطس بالفراخ لما بنحط كل حاجة فوق بعضيها، وبدل ما احطها سمنة حطها زيت. وهنا قلبته كده من وش ومن الظهر، هنزل بقى بعصير الطماطم بتاعنا. وهنا نزلت بشطة خضر وفلفل اسمر والملح والكمون عشان التسبيكة اللي انا عملتها، وعم حطات معلقة معجون طماطم او كيس لو انت عندك. اديتها غلوة كده وهقفل عليها بقى على ما اللحمة تستوي قوي، واقوم نازلة فيها ونكمل سواها برضه. وهنا كنت طلعت حتة اللحمة من الشوربة وقلبتها تقليبة كده وعلق عليها بقى ووطي عليها خالص. وهنا ما شاء الله اللحمة كانت استوت خالص واتعملت في صلصة زي ما الحاج حسين عاملها، وطفت عليها نغطيها بقى. وكده المحشي بتاعنا استوى وبهدل البوتاجاز ما شاء الله. طبعا هعمل نصه احمره في الزيت ونص التاني ابو رتاش هياكله كده لانه ما بيحبوش متحمر. انا لسه معلقه عليه. ما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. عملنا الملوخيه وعملنا اللحمه في الطماطم، علقت عليها تاني وحطيت لها كبشه شوربه اهوت. ابو رجاج قال لي سويها قوي، فقمت حاطه كده كبشه شوربه وقمت معلقه عليها تاني. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. دعوه لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم وربنا يحفظهم وربنا يطعمهم يا رب من نعيم الدنيا ونعيم الاخره. ربنا يشفي كل مريض ويرحم كل يا رب متوفي، ويشفي كل مريض ويداوي مرضانا. اعملوا لايك، حسين بيقول لكم اعملوا لايك وما تنسوش ادعوا لنا بقى دعوة حلوة منكم لينا وليكم منها بالمثل. دعوة حلوة لاخواتنا في فلسطين، وكثفوا الدعاء لاخواتنا في حبايبنا في فلسطين. ربنا يشفي يا رب كل مريض ويرحم يا رب كل متوفي. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. دعوة حلوة منكم لينا وليكم منا بالمثل. يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايكات واشتراكات يا جماعة. انا عاوزة لونها كده، هنزل بقى بعصير الطماطم بتاعنا. وانا نزلت بملح وكمون وكزبرة ناشفة وحطيت سكر طبعا عشان الحموضة زي ما قايله لكم. هفتح بقى مرق الدجاج كده واحطها عليها. ما تنسوش اللايك شجعونا القناة تكبر. ربنا يجعلكم ويجعلنا من جابرين الخواطر اللهم امين. وهنا عشان مش جايبة خضار محشي للبتنجان والمحشي وكده، هحط فلفل وهحط نص شطة. اغسلهم ونحطها بقى في التسبيكة عشان تتبل، تبقى دبلانة كده مع التسبيكة. فتحتهم اهمت عشان تبقى ايه دبلان خالص خالص، واكله مع الصلصة والبصل. نجهز بقى للملوخية. ملوخية جنب المحشي ده انا مش بعترف بيها خالص، ناس كتير بتعملها ولاد عاوزين ياكلوا ملوخية، انا بحب اكلها بصراحة مع الرز. يلا نجهز الملوخية بتاعتنا. طلعت كيس ملوخية من الفريزر، انا بجيبها خضرة واخزنها كده بقى في الفريزر في اي وقت ولادي يحتاجوها بطلعها، لان هي بتبقى في مواسم الذرة. هي بادئة دلوقتي في الاسواق بس غالية، وكيلو البامية عندنا ب100 جنيه. بطلعها هيت متلجة هيت، وهعمل لها بقى بصلاية صغيرة كده في الاول. بصلاية صغيرة كده مع شوية زيت، وبعد ما تصفر صفرة خالص ننزل عليها بعصير الطماطم بتاعنا.
شايفين انا سبتها ورحت اقطع في التوم كده، اخرج في التوم حتت صغيره. عندك هراسه اهدسي بيها، انا ولا بحب اعملها في الهراسه ولا في ايد الهون، انا بحب اعملها حتت كده. هنزل بقى بعصير الطماطم، هنزل بمكعب مرق الدجاج وشويه سكر وشويه كزبره ناشفه. كزبره ناشفه في الملوخيه قشطه، والسكر عشان ايه؟ الحموضة طبعا. وانزل عليها بشوية بابريكا وملحها وكمونها بقى، وابقى ازودها شرب.